سبيشال معكرونه بالبشاميل. اي نوع معكرونه انت؟ بندير مي، زيت رشه خفيفه، زيت زيتون او زيت الياف، بنخليها بس 5 دقائق تغلي. هسا بدنا نفرم البصل الناعم من النص. راح احط زبده، حطها على نار هاديه. اول ما يستوي عندي البصل راح اضيف لحمه مفرومه، بس انا كانت عندي مجمده عشان هيك راح احطها عادي هي مجمده اللحمه. بعد ما يستوي معنا اللحمه، ربع معلقه كبيره فلفل اسود، ربع معلقه كبيره بهارات مشكله، وبندوره ما يقارب باكيت الا ربع، معلقتين كبار تقريبا. هسه بنحرك المكونات اللي معنا. فنجان الا ربع صغير مي ساخنه. هسه بعد ما استوى نحطه على جنب. هيك عندنا المعكرونه بتكون استوت. راح احط عليها مي بارده. هسه منا شويه زبده. شايفين كاسة الشاي الكبيره، بدنا 4 كاسات حليب. هي كاسه، هي 4. في نفس الكاسه اللي عملنا فيها حليب كاسه الا ربع طحين. نخفض وهو على البارد، لسه احنا ما شغلنا النار. مرق الدجاج معلقه كبيره. اهم مكون جوز الطيب تقريبا ربع معلقه. شغل النار، راح نضلنا نحرك. في المعلقه كبيره فلفل اسود، بس نضل نحرك. جماعة بلش شد البشاميل، بلش شد. حاولوا وطوه ما تعلوه عشان ما ينشط، يعني حاولوا اشتغلوا فيه على نار هادية. اول ما بلش يفقع طفوه على السريع. هيك البشاميل بكون معنا جاهز. اول اشي بدي شفة زبدة صغيرة راح ادهنها بالصينية. شوية بشاميل، معكرونة، لحمة والبندورة اللي عملناهم. هيك كمان معكرونة. نضيف البشاميل. اخر اشي راح نضيف جبنة الموزاريلا. نحطها على الفرن 10 دقائق لربع ساعة. وهي هيك بعد ما استوت معنا المعكرونة. بجيب صحن، انا بحب المحمر، محمر ومقمر. وهيك أزكى معكرونة بالبشاميل. خلينا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم.